أجواء الكالتشو الإيطالي. الميلان يضرب مرمى بولونيا بثلاثة أهداف دون مقابل في الريناتو ديلارا. كتيبة ماسيميليانو أليجري طبعا تفوقت في هذه المباراة وسجل نجومه ثلاثة أهداف عن طريق لوفتوس تشيك وانكونكو إضافة إلى النجم رابيو. طبعا بهذا الفوز أصبح ميلان في المركز الثاني برصيد 50 نقطة وعلى بعد 5 نقاط من المتصدر الغريم اللدود انتر ميلان الذي يمتلك برصيده 55 نقطة، بينما تجمد رصيد بولونيا في المركز العاشر برصيد 30 نقطة. طبعا الصراع مستمر هذا الموسم في الدوري الإيطالي بين أندية النخبة انتر وإي سي ميلان إضافة إلى نابولي ويوفنتوس وروما. طبعا الإثارة متواصلة في الكالتشو وفي النهاية سنرى من سيفوز.